من ساعة الفيديو اللي انا عملته بشرح فيه البايظ بتاع اجهزة الزد بوك، ناس كتير جدا طلبت مني ان اشرح البايظات التانية بتاعت اجهزة لينوفو وديل وهكذا، ولكن رد عليهم ان ده كان صعب شوية لان في موديلات كتير جدا ليهم بايظات مختلفة، صعب ان انا اشرح البايظات كلها. بس لقيت ان في شوية اجهزة كده تعتبر مش شوية، هي اجهزة كتير جدا بتشترك كلها في نفس البايظ، والاجهزة ديت هي اجهزة ديل الورك ستيشن اللي بتبدا من اول الجيل الاول لحد الجيل الثامن بالجهاز اللي معايا دوت، والله اعلم الجيل التاسع ينزل من نفس البايظ ولا لا، ولكن احتمال كبير ينزل برضه من نفس البايظ. فلو انت معاك لابتوب ديل ورك ستيشن من اول الجيل الاول لحد الجيل الثامن، الفيديو ده ليه. الاجهزه دي كلها بتشترك في بايظ واحد مع اختلافات فروقات بسيطه، مثلا في ده بيبقى فيه اوبشن زياده، ده فيه اوبشن مش موجود، ولكن كبايظ بقى متحد ما بينهم بشكل عام، كلهم بيشتركوا في نفس البايظ. فالفيديو دوت هنشرح اهم الاوبشنات اللي انت محتاج تركز عليها في البايظ دوت، وايه الاوبشنات اللي انت محتاج تعدلها دلوقتي، ايه الاوبشنات اللي انت برضه محتاج تفهمها عشان تعرف تعمل ايه قدام وتستفاد منها ازاي قدام. فمن غير اي مقدمه كتير خلينا في الفيديو بتاعنا. بنبدا اول حاجه بان احنا ازاي اصلا بندخل على قائمه البايظ بتاعه اجهزه ديل. كل اجهزه ديل مشتركه في قائمه البايظ بتاعتها بالزرار F2. ببساطه كل اللي عليك ان انت هتدوس على زرار الباور والجهاز مطفي، هتدوس على زرار الباور الجهاز هيفتح معاك، اول ما هيجيب كلمه ديل تبدا تدوس على زرار F2، بعدها على طول الجهاز هيدخلك على قائمه البايظ وهي القائمه اللي احنا فيها دلوقتي. بنبدا اول حاجه كده في اعدادات الجنرال، وهتلاقي اول حاجه عندك اسمها السيستم انفورميشن، وهنا انت بتعرف كل حاجه عن مواصفات الجهاز بتاعك بدايه من البايظ فيرجن للسيرفيس تاج بتاع الجهاز بتاعك او اللي هو اللي بنسميه السيريال نمبر. هتلاقي عندك بعد كده الميموري انفورميشن او الرامات عندك التردد بتاعها وحجمها قد ايه. بننزل تحت شويه هتلاقي بعد كده اعدادات البروسيسور بتاعك من الكاش بتاعه والرقم بتاعه وكل الكلام دوت. بتيجي بعد كده بتلاقي عندك معلومات الهاردات، وتحت معلومات الهاردات بتاعتك هتلاقي تحت موجود عندك معلومات كارت الشاشه. معلومات كارت الشاشه لو انت مفعل اوبشن ان يكون في كارت انتل في الجهاز بتاعك، ساعتها هيجيب لك الكارت الانتل، او ممكن يجيب لك الكارتين مع بعض. لو مش مفعل الكارت الانتل ساعتها هيجيب لك الكارت الخارجي بس، سواء كان انفيديا او كان كارت شاشه AMD. طب ازاي بتفعل اصلا الكارت الانتل او مش بتفعله؟ الكلام ده هنعرفه قدام في الفيديو دوت. بننتقل بعد كده للقائمه اللي بعد كده وهي الباتري انفورميشن، واللي تعتبر واحده من اهم القوائم بتاعه البايظ في اجهزه الديل، لان القائمه دي مش هتلاقيها في اي جهاز تاني سواء كان HP او لينوفو. والقائمه دي ميزتها ان هي بتقول لك اول حاجه البطاريه بتاعتك دلوقتي شحنها قد ايه، ودي حاجه عاديه بتعرفها من جوه الويندوز، ولكن كمان هتلاقي هنا كاتب لك الهيلث بتاع البطاريه. لو انت حاطط دلوقتي البطاريه في الجهاز هتلاقي ان الهيلث عندك طالع لك حاجه من 4، يا اما اكسلنت يا اما جود يا اما باد يا اما فير. والاربعه دول لو اكسلنت او جود بتبقى البطاريه حلوه، اكسلنت طبعا من جود اللي هي المتوسطه، الفير اللي هي يعني خلاص قربت تبوظ، وباد دي اللي هي كده خلاص جابت اخرها اصلا. بعد كده هتلاقي حاجه اسمها الاي سي ادابتور، والاي سي ادابتور ده عندك بيقول لك الواط بتاع الشاحن اللي انت حاطه، سواء كان 180 واط 240 130، هتلاقي كاتب لك حجم الشاحن. ودي اهميتها ان انت لو حاطط شاحن كوبي هتلاقي كاتب لك اي سي ادابتور بتساوي unknown هنا معناها ان الشاحن اللي انت حاطه هو شاحن كوبي. القائمه اللي بعد كده وهي قائمه البوت سيكونس، والبوت سيكونس احنا شرحناها في حته قائمه الزد بوك، وشرحنا الفرق بين اليوفي والليجاسي. ده عايز له فيديو لوحده، لو عايزينه قولوا لي في الكومنتات اعمل لكم فيديو برده ما بين اليوفي والليجاسي، ودي بتاعت ايه ودي بتاعت ايه وكل واحده معناها ايه. بس عموما باختصار لو انت هتنزل سيستم على SSD هتنزله بوضع اليوفي، لو هتنزله على HDD هتنزله بوضع الليجاسي. وكمان هتلاقي عندك في البوت سيكونس هو ترتيب القوائم بتاعه الهاردات او الفلاشات او اي اجهزه يقدر الجهاز يدخل عليها في قائمه البوت. فهتلاقي ان لو انت موصل هاردات، موصل فلاشه، موصل M.2 مع HDD مع حاطط DVD في الجهاز، هنا انت بتقول له انهي واحد اللي هيدخل عليه في البوت الاول. طب لو ما لقاهوش يدخل على ايه بعديه؟ يبقى انت كده عندك في البوت سيكونس حاجتين، بتختار يا اما يوفي او ليجاسي، وبتعدل كمان الترتيب بتاع قائمه البوت. طب دلوقتي انا عندي اوبشن الليجاسي مقفول خالص، يعني انا دلوقتي ما اقدرش حتى اعمله ليجاسي. طب ازاي افتحه لو هو مقفول عندك؟ هتيجي على القائمه اللي بعد كده اللي ادفانسد بوت اوبشن، هتلاقي هنا اوبشن اسمه انيبل ليجاسي اوبشن رومز، هو ده بتفعله هيفعل لك اوبشن الليجاسي لو انت عايز تنزل سيستم على وضع ليجاسي. بعد كده عندك قائمه اللي هي يوفي بوت بس سكيورتي، ودي هتخليها على اول اختيار ما تلعبش فيها. بعد كده هتلاقي عندك قائمه الديت اند تايم، دي اللي بتظبط منها التاريخ والوقت بتوع الجهاز. بننتقل بعد كده على قائمه السيستم كونفيجريشن، ودي واحده من القوائم برده المهمه اللي لازم تركز عليها. هتلاقي عندك اوبشن اول حاجه انتجريتد NIC، انا بسيب الحاجات دي على وضع الديفولت ما بلعبش فيها، فانا هنا بسيبها على اخر اختيار اللي هو وضع الديفولت العادي. داتا اوبريشن ده بقى مهمه جدا زيها زي اليوفي والليجاسي بالظبط. انت هنا عندك حاجه اسمها AHCI وحاجه اسمها ريد اون، الاثنين دول عشان اشرحهم محتاجين فيديو كامل طويل، ولكن اللي انت محتاج تعرفه ان ال AHCI او الريد اون مش هيفرقوا معاك في حاجه الا فروقات بسيطه محتاجه ان احنا نشرحها زي ما قلت في فيديو. بس عموما ال AHCI هتفعلها لو انت حاطط هارد واحد بس في الجهاز، لو حاطط اكتر من هارد هتفعل الريد اون. طب لو انا حاطط اكتر من هارد ومفعل AHCI عادي جدا ما فيهاش اي مشكله، هبقى اشرح في فيديو برده كل واحده ايه مميزاتها وايه عيوبها. بس لازم برده تخلي بالك ان لو انت نزلت السيستم بتاعك او الويندوز بتاعك على
وضع معين سواء كان AHCI او ريد اون، لو جيت بعد كده غيرت الوضع ده اعرف ان الجهاز مش هيدخل على السيستم وهتضطر تنزل ويندوز جديده. يعني لو انت نزلت ويندوز على وضع AHCI وجيت حولت بعد كده لريد اون هتضطر تنزل ويندوز جديده، فخلي بالك من النقطه دي. عندك بعد كده قائمه درايفز دي بتفعل فيها كل الاوبشنات اللي هنا عشان لو ركبت اي هارد يتشاف على طول. السمارت ريبورتنج دي هنا بيقول لك لو حصل اي ايرور في الهارد بتاعك ولا كده يدي لك زي تقرير ان حصل عندك غلطه او حاجه او اي ايرور في الهارد بتاعك. انا سيبها مقفوله مش بهتم بيها قوي. اليو اس بي كونفيجريشن بتفعل الاثنين، لو عندك الاثنين بتفعلهم. بعد كده عندك اليو اس بي باور شير، ودي عباره لو فعلتها هتقدر ان انت لو اللابتوب بتاعك في وضع سليب وجيت وصلت اي حاجه خارجيه في اليو اس بي بتاعت اللابتوب سواء كان ماوس موبايل كيبورد اي حاجه وصلتها في اليو اس بي بتاعت اللابتوب دوت واللابتوب بتاعك في وضع سليب هتلاقي ان الحاجه نورت عادي. لكن لو انت قافل الاوبشن ده هتلاقي ان الحاجه دي ما بتاخدش باور. يعني مثلا لو حطيت موبايل في الجهاز بتاعك والجهاز في وضع سليب هتلاقي ان الموبايل بتاعك بيشحن عادي جدا لو انت مفعل الاوبشن ده. لو طفيه هتلاقي ان الموبايل بتاعك ما بيشحنش. بالنسبه للاوديو فطبعا بتعمل انيبل لكل حاجه. عندك بعد كده حاجه اسمها الانوبتريسيف مود، ده لو عملت له انيبل وانت على الويندوز لو دوست على فانكشن واف 7 بيطفي كل الاضاءه وكل الصوت وكل حاجه في الجهاز. لما تدوس على فانكشن واف 7 تاني هيفتح لك كل حاجه تاني، بس انا مش بحب افعل الاوبشن دوت. بعد كده عندك الميسلينيوس ديفايسز او الحاجات اللي هي متوصله في الجهاز سواء كانت الكاميرا سواء كان الاس دي كارد او الحاجات دي كلها. فانا هنا بفعل الثلاثه دول وبقفل السكيور ديجيتال كارد بوت او السكيور ديجيتال كارد ريد اونلي مود، بقفل الاثنين دول والثلاثه التانيين بفعلهم. بنيجي بعد كده على قائمه الفيديو اللي هتلاقي فيها ال LCD برايتنس، وهنا ما تهتمش بيها لانك تقدر تعدل كل حاجه في الويندوز. بعد كده هتلاقي عندك السويتشابل جرافيك واللي يعتبر مهم جدا لو انت عندك في جهازك اوبشن السويتشابل جرافيكس، فهنا ببساطه لو انت فعلته ساعتها الجهاز عندك هيكون فيه كارتين شاشه، كارت خارجي وكارت الانتل المدمج. ولكن لو انت جيت طفيت الاوبشن ده ساعتها الكارت المدمج هيتشال مش هتلاقيه موجود وهتلاقي الكارت الخارجي بس هو اللي موجود. بنيجي بعد كده على قائمه السكيورتي وكل الاوبشنات اللي هنا ابعد عنها تمام، ما تلعبش في اي حاجه الا اوبشن واحد بس اللي هو التي بي ام 2.0 ده هتعمل له انيبل في حاله ان انت هتنزل ويندوز 11. غير كده هتعمل له ديسيبل عادي. طب انا دلوقتي منزل ويندوز 10 ولقيته عندي معمول انيبل عادي جدا هتسيبه انيبل زي ما هو ما تطفيهوش. القائمه اللي بعد كده اللي هي قائمه السكيور بوت دي هتلاقي اول حاجه السكيور بوت انيبل، والاوبشن ده يفضل تفعله لو انت هتنزل ويندوز 11. غير كده برضو عادي لو ما فعلتوش. عندك الاكسبورت كي مانجمنت دول هتسيبهم على وضع الديفولت زي ما هم ما تلعبش فيهم. عندك بعد كده الانتل سوفت وير جارد اكستنشن ودول بتسيبهم على الديفولت زي ما هم. بعد كده عندك قائمه البرفورمانس وكل حاجه هنا هتسيبها على وضع الديفولت اللي هو يعتبر احسن حاجه هيفعل لك هو احسن حاجه للجهاز بتاعك. يعني هتلاقي عندك المالتي كور سبورت وده ان انت الجهاز يقدر يستخدم اكتر من نواه واحده فطبعا بتعمل اول. بعد كده عندك الانتل سبيد ستيب وده عباره عن ان هو البروسيسور هيبدا يغير في التردد بتاعه او السرعه بتاعته على حسب الاستخدام بتاعك. بعد كده عندك السي ستيت ودي ان الجهاز هيدخل في الباور سيفنج مود لو الجهاز شايفك مش بتستخدم حاجات تقيله، واول ما تيجي تستخدم حاجات عاليه هيبدا ان هو يستخدم الاداء العالي بتاعه. عندك بعد كده الانتل تيربو بوست ان البروسيسور عندك يوصل لسرعه التيربو بتاعته طبعا انيبل. عندك الهايبر ثريد برضو انيبل ان الجهاز يستخدم الثريدنج او الثريدز اللي فيه او المسارات بتاعته. في كل بروسيسور بيكون فيه عندك انويه ومسارات، لو استخدم انويه بس ساعتها البروسيسور طبعا بيكون ابطا فلازم تخليه يستخدم المسارات كمان بتاعته. عندك بعد كده بقى قائمه الباور مانجمنت واللي تعتبر برضو من اهم القوائم في البايوس بتاع شركه ديل. اول حاجه الاي سي بيهيفير ده ان انت لو فعلته اول ما تحط الشاحن في الجهاز لو الجهاز مقفول هتلاقي الجهاز فتح باور على طول. الناس اللي دايما تقول لي انا اول ما بوصل الشاحن الجهاز بيفتح على طول هو ده السبب. لازم الويك اون اي سي دي تكون قافلها. حبيت تفتحها عادي ما فيهاش مشكله ممكن تفتحها، بس لو انت مش عايزها وانا عن نفسي مش بحبها الصراحه ساعتها الافضل تقفلها. عندك بعد كده الاوتو اون تايم دي بتخليها الافضل ديسيبل، لو انت محتاجها بتفعلها عادي. الاوتو اون تايم دي معناها ان انت بتظبط وقت معين الجهاز هيفتح فيه باور على طول، فتقدر ان انت مثلا تقول له انا عايز في ايام كذا الساعه كذا الجهاز بتاعي يفتح تلقائي، بس انا بفضل ان انت تكون سايبها ديسيبل. عندك بعد كده اليو اس بي ويك سبورت ان انت اول ما تحط حاجه في اليو اس بي هتلاقي الجهاز قام باور على طول، سيب الاوبشن ده مقفول ما تفعلهوش. بعد كده الوايرلس راديو كنترول دبليو لان راديو او الدبليو وان راديو دي حاجات مالكش دعوه بيها وسيبها ديسيبل عادي مش هتهمك انت في اي حاجه خالص. الويك اون لان نفس الكلام اعملها ديسيبل برضو. بعد كده عندك البلوك سليب ان انت لو فعلتها الجهاز بتاعك مش هيدخل في وضع سليب ويفضل ان انت تسيبها مقفوله ما تفعلش الاوبشن دوت. بعد كده عندك اوبشن البيك شيفت والاوبشن ده مهم بس هو معقد حبتين فيفضل ان انت تسيبك منه ما تركزش معاه قوي، بس لو حابب تعرف هو ده ايه فالبيك شيفت بيكون ان انت بتقول للجهاز امتى يستغل الشاحن بتاعه ويشحن بسرعه وامتى يشحن ببطء. لو انت في وقت معين بتستخدم الشاحن كتير هتبقى عايزه يشحن ببطء عشان تفضل حاطط الشاحن لفتره اطول، فهنا انت بتظبط في اوقات معينه امتى بتستخدم الشاحن لفترات طويله وامتى في اوقات تانية ما بتستخدمش الشاحن لفترات برضو طويله. بعد كده عندك
ادفانس باتري تشارج كونفيجريشن، وده ان انت في اوقات برضو معينه تقول له مثلا ان الشغل بيبدا من الساعه كذا في يوم كذا، في الوقت ده انا عايزك ان انت تحافظ لي على البطاريه لاني بضغط على الجهاز جامد، فانا عايزك في الاوقات دي بالذات تحافظ لي على البطاريه قوي. طبعا الاوبشن ده برضو معقد شويه زي الاوبشن اللي فات وما تركزش معايا، وفضل تسيبه مقفول عادي. اخر اوبشن في القائمه دي وهي اهم اوبشن في قائمه البايوس يعتبر كلها بتاع قائمه ديل، واللي تقدر تظبط منه وضع الشحن بتاع جهازك. فهنا انت عندك 5 اوضاع. اول حاجه الادابتيف، وده هو بيشوفك لو انت بتستخدم حاجه محتاجه الشاحن ساعتها هيبدا يشحن الجهاز ببطء. طب لو انت هنا بتستخدم حاجه مش محتاجه الشاحن هيبدا يشحن الجهاز بسرعه، فهو هنا بيظبط الاداء بتاعه تلقائي، وانا بفضل اسيبه على الادابتيف في معظم الوقت. الستاندرد ده اللي هو الشحن العادي والتفريغ العادي، اكسبريس تشارج يعني هيشحن بسرعه، برايمرلي اي سي يوز ده اللي هو لو انت بتستخدم الشاحن كتير يعني هيشحن ببطء مش هيشحن بسرعه، واهم واخر اوبشن هو وضع الكاستم. والكاستم هنا سيبك من الكاستم تشارج ستارت، اهم حاجه التشارج ستوب، والستوب دي انت بتقول له هيوقف شحن عند نسبه كذا، وده هنا لو انت على طول عايز تستخدم الجهاز وانت حاطط الشحن على طول تقدر تقول له مثلا يوقف شحن عند 90%، 80، 70، وبالتالي لما الجهاز يوصل عند نسبه الشحن اللي انت ظبطتها عليه هيوقف شحن تلقائي. عندك بعد كده قائمه البوست بيهيفير، وهنا انت هتركز على اول حاجه الادابتر وورنينجز دي هتفعلها. انيبل ادابتر وورنينجز دي معناها ان انت لو في اي وقت حطيت شاحن كوبي في الجهاز وانت بتفتح الجهاز هيقول لك ان الشاحن دوت كوبي. طب لو ما حطيتش شاحن اوريجينال ساعتها مش هيديك اي ايرور، ويفضل ان انت تسيب الاوبشن دوت على وضع انيبل. بعد كده بقيه الاوبشنات هتسيبها على الديفولت عادي. الانيبل بتاع النم لوك هتسيبها مفتوح عادي، الفانكشن هتسيبها على اللوك مود ديسيبل ستاندرد، وهتسيب الفان لوك دي هتسيبها مفتوحه عادي. الفاست بوت عندك بعد كده ان الجهاز اول ما انت تدوس على زرار الباور هيبوت في سرعه ولا يبوت ببطء. يبوت دي اللي هو يدخل على الهارد او الفلاش او اي حاجه في قائمه البوت، فلو انت عملتها على وضع مينيمال ده معناه ان هيبقى سريع جدا في البوت بتاعه. وضع الثرو ده معناه ان هو هيبقى بطيء شويه. وضع الاوتو يعني هو هيظبط هو كل حاجه مع نفسه. عندك بعد كده الاكستند بايوس بوست تايم، والاوبشن ده مهم جدا لان ساعات في اجهزه جربها الاقي ان الجهاز سريع جدا لدرجه ان مجرد ما تدوس على زرار الباور بيفتح ويندوز على طول. طب ايه الوحش في ده؟ ببساطه لو انت هنا عايز تدخل مثلا على قائمه البوت او على قائمه البايوس هتلاقي ان الجهاز ما بيسيبكش تدوس على F2 او F12 سواء تدخل على البايوس او على البوت لانه بيدخل على الويندوز على طول. فهنا انت بتيجي في البايوس عندك وبتقول له ان انت تظبط وقت يستنى عند كلمه دل شويه، فبتقول له يستنى 5 ثواني 10 ثواني زي ما انت عايز عشان يستنى في الوقت ده تلحق تدوس على F2 او F12 او اي اف عموما تانية. الفول سكرين لوجو دي هتسيبها مقفوله، دي سيبك منها عادي، هتفعلها بس لو انت شاشتك 4K. بعد كده عندك الورنينجز اند ايرورز هتسيبها على برومبت اون وورنينجز اند ايرورز او الاختيار خالص. بعد كده عندك الماك ادريس باس ثرو ده هتسيبه على الديفولت عادي اللي هو اول اختيار. بعد كده عندك اوبشن اسمه الفيرتشواليزيشن سبورت، ودوت عباره عن لو انت مبرمج بتستخدم حاجات زي فيجوال ستوديو ساعتها لازم تيجي عند قائمه اول حاجه فيرتشواليزيشن تتاكد ان هي معمول لها انيبل. بعد كده عندك الفي تي فور دايركت اي او ده برضه هتعمل له انيبل. بعد كده تراستد اكسكيوشن دي هتسيبها على وضع الديسيبل عادي جدا ما فيهاش اي مشكله. هتلاقي بعد كده عندك قائمه الوايرلس، وقائمه الوايرلس هنا هتلاقي اول حاجه الوايرلس سويتش هتسيبها كلها مفتوحه عادي، دي كده ملهاش لازمه قوي. الوايرلس ديفايس انيبل بقى دي اللي مهمه، لازم تفعل كل الاوبشنات اللي هنا بلوتوث ودبليو لان ودبليو وان، بحيث لو انت جيت حطيت مثلا كابل لان خارجي يشوفه على طول. لو جيت تحط كابل لان وما تشافش اعرف ان غالبا اوبشن الدبليو لان مقفول عندك في الجهاز. لو البلوتوث مش شغال اعرف ان برضو ممكن اوبشن البلوتوث عندك مقفول، فادخل على البايوس وفعل الاوبشنات الثلاثه اللي موجوده هنا. اخر حاجه بقى هتلاقي عندك المينتيننس والسيستم لوجز، والحاجات دي هتسيبها زي ما هي ما تجيش جنبها خالص. الحاجات اللي انا قلت لك عليها في الفيديو ده اي حاجه قلت لك ما تجيش جنبها وسيبها زي ما هي، اعرف ان الحاجات دي ان لو اتلعب فيها ممكن تبوظ لك الجهاز بتاعك، فسيب كل حاجه انا قلت لك ابعد عنها هتبعد عنها ما تلعبش فيها. الحاجات اللي انا قلت لك هي اللي تلعب فيها وفهمت لك ايه هي هتلعب فيها في حاله ان انت احتجتها. احنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل، تنزل حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وتعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. كان معاكم علي عيد، سلام عليكم.